ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن الشهيد ابانوب. وكلمه ابانوب مشتقه من بينوب يعني ذهب. اتولد الشهيد ابانوب في قريه نهيسة في القرن الرابع ميلادي من أب وأم مسيحيين، وباباه كان اسمه مقارة ومامته كان اسمها مريم، وكانوا بيعلموا أبانوب من صغره إنه يصلي ويصوم ويروح دايما الكنيسة. ولما أبانوب بقى عنده 12 سنة باباه ومامته راحوا السما، وأبانوب زعل عليهم قوي. لكن يا أصحابي ربنا ما سابش أبانوب خالص، بالعكس كان دايما بيرعاه. وفي يوم من الأيام دخل أبانوب الكنيسة ولقى أبونا بيقول للناس إنهم ما يخافوش ويقبلوا الاضطهاد وهم فرحانين، عشان كان في والي اسمه دقلديانوس. ده يا أصحابي كان بيكره كل المسيحيين وعايز يخلص منهم ويقتلهم. ولما أبانوب رجع من الكنيسة دخل على بيته وقعد يصلي ويطلب من ربنا المعونة إنه يساعده ينال الإكليل السماوي وهو فرحان. وبعد كده يا أصحابي أبانوب عمل حاجة حلوة خالص، وزع كل فلوسه على الفقراء والمحتاجين. وبعد كده سافر سمنود عشان يقول لكل الناس عن بابا يسوع ويعرفهم بالمسيحية. وهو في الطريق يا أصحابي لسمنود ظهر له الملاك ميخائيل وقال له يا أبانوب. فأبانوب قال له أنت مين؟ رد الملاك وقال له أنا الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، ربنا بعتني ليك عشان أقولك إنك هتروح للوالي وهتعترف قدامه بإنك مسيحي، وكمان هتتعذب عذابات كتيرة خالص، لكن في كل مرة أنا هاجي وأشفيك. وفعلا يا أصحابي راح أبانوب للوالي ودخل عليه بكل شجاعة وقال له أنا مسيحي ومش هعبد الأصنام ولا هنكر إيماني. والي يا أصحابي على طول أمر بتعذيب أبانوب عذابات شديدة خالص وصعبة، ومن ضمن العذابات إن الوالي دقلديانوس أمر بإن أبانوب يتعلق في خشبة، وكانت الخشبة دي في مركب وقدامه دقلديانوس الوالي وقدامه الحارس. وأبانوب لما كان متعلق في الخشبة دي كان متعلق بطريقة صعبة خالص، إن رجليه فوق وراسه تحت، وكان تعبان وجسمه كله مليان جروح. قعد يتريق عليه الوالي ويقول له أنت تستاهل التعذيب، أنت تستاهل اللي أنت فيه ده. لكن الحارس وهو واقف قال أنا مش شايف إيه اللي حصل ده، الدنيا بقت ضلمة قوي. حصلت كمان حاجة غريبة، إن دقلديانوس قال إيدي مش قادر أحركها. وفي الأثناء دي يا أصحابي وإيد دقلديانوس مش قادر يحركها وعينين الحارس مش شايف بيها، على طول أبانوب نزل من على الخشبة سليم وخف من كل جروحه. طبعا ده عشان الملاك جه وشفاه. قعدوا بقى يترجوا في أبانوب الحارس ودقلديانوس. الحارس قال أرجوك يا أبانوب اشفيني، أرجوك أنا عايز أشوف، خلي إلهك يشفيني. وبرضه الوالي دقلديانوس الشرير قعد يترجى في أبانوب إنه يخليه يعرف يحرك إيده، وترجاه وقال له أرجوك خلي إلهك يشفيني. رد عليهم أبانوب وقال لهم خلاص انتم هتخفوا، لكن لما نوصل أتريب، ودي يا صحابي كانت في بنها. وفعلا وهم في المركب اللي كانوا فيها أول ما وصلت بيهم لأتريب كان على الشط ناس كتير قوي موجودين. فأبانوب قال لهم أول ما توصلوا أنا هخليكم تخفوا. ليه؟ عشان كان عايز يخلي الناس تشوف المعجزة ويؤمنوا ببابا يسوع. وفعلا ده اللي حصل. أول ما وصلوا صلى أبانوب وقال باسم الرب يسوع تخفوا انتم الاتنين. وعلى طول قدر دقلديانوس إنه يحرك إيده وقال بصوت عالي وهو فرحان أنا مسيحي أؤمن بإله أبانوب. والحارس كمان يا أصحابي اللي ما كانش عارف يشوف بعينيه قدر يفتح عينيه ويشوف وقال أنا مسيحي أؤمن بإلهك يا أبانوب. طبعا يا أصحابي كل الناس اللي كانوا موجودين على الشط قالوا بصوت عالي وكل فرح إحنا مسيحيين. بس يا أصحابي لما وصل أبانوب
لأتريب الوالي بتاعها عذب أبانوب كتير كتير، لدرجة إنه لما لقى إن أبانوب مش بينكر إيمانه، يعني مش عايز يسيب إيمانه ببابا يسوع، بعته لإسكندرية لوالي أصعب منه، هو الوالي أرمانيوس. والوالي أرمانيوس يا أصحابي عذب أبانوب، وفي كل مرة لما كان بيعذبه كان بابا يسوع بيبعت ملايكته عشان يشفوا أبانوب، لدرجة إن الإمبراطور افتكر إن ده سحر وقرر إنه يموت أبانوب بطريقة صعبة، وهي إنه هيحط تعابين كتيرة سامة معاه في السجن. وحط فعلا أبانوب في السجن ومعاه تعابين، لكن يا أصحابي بابا يسوع أمر التعابين إنها ما تأذيش أبانوب. على طول خرج أبانوب سليم من السجن. وطبعا الوالي لما شاف أبانوب إنه سليم ومحصلوش أي حاجة من التعابين السامة اتفاجئ جدا وقال وبعدين بقى معاك يا أبانوب. بس يا أصحابي حصلت حاجة كمان، إن التعبان خرج من السجن ولف على طول على رقبة الوالي، وكان خلاص هيموته وهيخنقه. والوالي فضل يقول لأبانوب من أجل اسم إلهك أرجوك ارحمني وما تخليش التعبان يموتني يا أبانوب أرجوك. وأبانوب قال للتعبان يلا انزل وما تموتش الوالي. بس يا أصحابي الوالي بعد كده أمر إن أبانوب يموت، وفعلا اتقطعت راس أبانوب واستشهد القديس العظيم أبانوب في يوم 24 أبيب. يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من الشهيد أبانوب الشجاعة وإننا ما نخافش أبدا. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.